تذكر إجابة السيد السيستاني، تقول طرحناه أمام السيد السيستاني. طبعا طبعا شنو كانت إجابته؟ بالتأكيد كانت إجابته إيجابية طبعا. امم لا يعني هم طرحوا عليه، يعني هم الشيء اللي هم طرحوه وقالوا احنا مستعدين له. هو السيد السيستاني الله يحفظه، حتى هو تعرف هو كان في بال 2005 عند تشكيل اظن 2004 2005 عند تشكيل الائتلاف الموحد في ذلك الائتلاف العراقي الموحد. هو السيد السيستاني بالضبط. فحتى السيد السيستاني هو إلي يعني آية الله السيد السيستاني إلي حدثني، قال لي أنا بعثت سيد عزيز الحكيم يتحدث مع دكتور أياد علاوي حتى يصير جزء من هذا التحالف، ولأنه أجاد في رئاسة للوزراء، وحتى يصير رئيس وزراء في هذه المرحلة. ولكنه دكتور أياد علاوي هو اللي ما قبل أنه يصير جزء من عنده. فأنا جاوبت للسيد قلت له سيدنا ما قبل، لأنه هذا التحالف صبغته شيعية، وهو أياد علاوي ما يريد ينحسب على الصبغة الشيعية. دكتور أياد علاوي هو طرحه وطني ويريد ينحسب على جهة وطنية. فجاوبني سماحة السيد بنص العبارة وباللغة العربية الفصحى، قال أنا لم أرد للائتلاف أن يكون بشكله هذا، لقد أردته أن يكون ائتلافا شيعيا وسنيا إسلاميا ومسيحيا عربيا وكرديا وتركمانيا، وأردت دكتور أياد علاوي أن يكون جزء من هذا الائتلاف حتى يبعد عنه هذه الصبغة الشيعية. زين. فهذا موقف السيد السيستاني من قضية تولي دكتور أياد علاوي.